في الفيديو ده هوريلك ازاي تحول عملات أجنبية من ماكينة الصراف الآلي ال ATM التابعة للبنك الأهلي المصري. خليك معايا. أول لما بتقف قدام ماكينة ال ATM بتلاحظ وجود سهم أسفل يسار الشاشة. الصورة الخلفية للشاشة بتتغير من وقت للتاني، لكن الأسهم اللي هي موجودة عليها دي ما بتتغيرش. هتلاحظ وجود سهم مكتوب عليه أسفل يسار الشاشة، مكتوب عليه خدمات بدون بطاقة زي ما هتشوف كده. هو ده الشاشة وده السهم اللي أنا قصدي عليه. زي ما انت شايف كده، أول ما دوست على السهم اتغيرت الشاشة، ولاحظت وجود سهمين على اليمين الشاشة الجديدة، واحد مكتوب عليه محافظ إلكترونية وده مش مقصودنا، والسهم التاني تحت تغيير عملات أجنبية. أول ما دوست على سهم تغيير العملات اللي كان أسفل يمين الشاشة، بتظهر لي الشاشة دي فيها سعر الصرف وعدد العملات اللي هي المفروض تحطها في الفتحة الخاصة بتغيير العملات عشان تقدر تغير منه، ما تزودش عن العدد اللي مكتوب في الخانات الموجودة دي. تلاحظ وجود أيضا على يسار الشاشة نوع العملة اللي هي المعروضة وسعر الصرف جنب منها على طول، يعني ابتداء من اليورو والجنيه الاسترليني والريال، الدينار الكويتي والريال السعودي والدولار. وهتلاقي كل عملة مكتوب جنبها سعر الشراء الخاص بها زي ما انت شايف كده. بعد كده هتلاقي سهم على يمين الشاشة، أسفل يمين الشاشة، تدوس عليه زي ما انت شايف كده. هتتفتح العين الخاصة اللي هي العين اليسرى اللي انت بتحط فيها العملة اللي انت عايز تغيرها، ايا كانت دولار او دينار ايا كان. والماكينة بعد كده بتعد العملة وبتصنفها وبتطلعها لك من الفتحة التانية على اليمين. شكرا، بالتوفيق للجميع.